السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة يا حبايب قلبي احنا مش هنعمل وصفة. النهاردة هنقول مع بعض على مجموعة زيوت جميلة جدا. مش هنستخدمها كلها مع بعضها، هقولك هنحط ايه على ايه وهتستخدميه ازاي وايه فايدته. عشان الناس اللي هتقولي بتتكلمي كتير، النهاردة مفيش وصفة. اللي حابب يكمل معايا الفيديو للاخر، في معلومات كتير حلوة هقولها لاستخدام الزيوت دي وطريقة استخدامك ليها. للشعر مفيدة وجميلة جدا جدا، بس اهم حاجة استخدميها زي ما انا هقولك بالظبط. ويلا خليكي معايا، هقولك ايه هي الزيوت وهقولك طريقة استخدامها هتفيدك جدا لشعرك. الزيوت اللي احنا هنستخدمها النهاردة ديت هما 3 زيوت، بس مش ال3 هنستخدمهم على بعض. هقولك دلوقتي طريقة استخدامهم ايه. اول زيت معايا هو زيت الزيتون، ويا ريت تجيبيه زيت زيتون بكر. آه، عشان لازم يكون بكر ان شاء الله. معلش انا بعتذر عشان انا تعبانه شويه، عشان كده رابطه صباعي ده. يعني يا ريت تدعولي بالشفا ان شاء الله. دي حاجه. بالنسبه لزيت الزيتون. طيب معايا برضو هنا معايا زيت الخروع. زيت الخروع. ومعايا برضو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند. طيب يا حبايب قلبي، هقول لكم بقى طريقة استخدام الزيوت دي ازاي. اولا عايزة اقولك فايدة زيت الخروع ده. زيت الخروع ده يا بنات من الزيوت الجميلة جدا جدا للشعر. طريقة استخدامه سهلة جدا جدا. هتجيبي قطرة زي دي كده، وهتاخدي منها، يعني هتفتحي ازازة الزيت بتاعت الخروع كده، وهتستخدمي القطارة وانتي بتستخدميه للشعر. اهو ده زيت الخروع، وانا عندي قطارة. ما باجي استخدم بشيل الغطا ده وبستخدم القطارة في الازازة. دي حاجة. عايزة اقولك ان زيت الخروع ده جميل جدا جدا للشعر. بيطول الشعر لا يقل عن 1 سنتي في الشهر، عشان اكون صريحة معاكي، 1 سنتي في الشهر. كمان بيحفز نمو الشعر اضعاف نموه الطبيعي. يعني حتى لو شعرك مثلا نموه بيكون ضعيف، لا، ده زيت الخروع ده من الزيوت الجميلة جدا اللي بتحفز نمو الشعر. يعني بتضاعف نمو الشعر. عايزه اقولك برضو ان زيت الخروع دوت جميل جدا جدا، بس اهم حاجه تستخدميه كويس جدا. هتملي القطاره زي ما احنا قلنا كده، وهتيجي على الاماكن اللي بتكون فيها مثلا الشعر خفيف جدا او ارضيه الراس بتكون باينه، وهتحطي قطره واحده، وهتدلكي جامد جدا بصبعك كده، تدلكي جامد المكان اللي انتي حطيتي فيه نقطه زيت الخروع. دي حاجه. بعد كده عايزه اقولك ان زيت الخروع ده يا حبيبه قلبي بيغذي فروه الراس، وبيجدد الدوره الدمويه في الراس. لما الدوره الدمويه بتتجدد في الراس، ده بيساعد على تكثيف نمو الشعر وتطويله، وبيساعد على تنبيت الشعر اللي بيبقى في اماكن بتبقى ضعيفه جدا ونمو الشعر فيها بيكون ضعيف. حبيب قلبي، دي كانت اول زيت هنستخدمه، وهتستخدميه لوحده، مش هتحط عليه اي حاجه، هتستخدميه بالقطاره زي ما انا قلت لك كده. ادي اول حاجه. طيب الزيت التاني بقى اللي احنا عايزه اقول لك عليه زيت جوز الهند. زيت جوز الهند هتاخدي معلقه واحده منه، معلقه صغننه من زيت جوز الهند، على معلقه واحده من زيت الزيتون. اهو زيت جوز الهند، هتاخدي معلقة واحدة بس من زيت جوز الهند على معلقة واحدة من زيت الزيتون البكر. اهم حاجة يكون بكر يا حبايب قلبي. هتخلطيهم الاتنين مع بعض. بعد ما تخلطيهم على بعض، هتستخدميهم بقى ازاي؟ برضو بنفس الطريقة. هتجيبي قطرة وتسحبي المعلقة دي جوه القطارة، وتدعكي بيه فروة الرأس، وخاصة الأماكن اللي بتكون ما فيهاش شعر أو الشعر فيها خفيف قوي. يعني في ناس بتبقى عندها من بداية الرأس كده، من عند الجبهة بيكون الشعر خفيف قوي، في أماكن فيها بتكون خفيفة. حاولي تدهني الأماكن ديت،
باستمرار كل يوم 3 مرات، وهتشوفي نتائج رائعة وممتازة جدا. جربوها يا حبايب قلبي، وهتجيب معاكم نتائج رائعة رائعة جدا وعن تجربة. الزيوت دي جميلة، ابحثي عن فوائدها وهتشوفي فوائدها جميلة جدا. اخر حاجه بقى يا حبايب قلبي، عايزه اقولك حاولي تمشطي شعرك كل يوم. برضو تمشيط الشعر كل يوم، حاولي تمشطيه بمشط واسع كده، بلاش المشاط الضيقه عشان بتقطع الشعر. حاولي تمشطي شعرك كل يوم لا يقل برضو عن 3 أو 4 مرات. كل ما تمشطي الشعر بتجددي فروه الراس وبتجددي حيويتك، والدوره الدمويه بتتجدد في الراس. دي كانت النهارده الفوائد اللي انا عايزه اقولها لكم للزيوت ديت وطريقه استخدامها وفايدتها للشعر. اتمنى تكون النهارده حبايب قلبي الفيديو عجبكم. وزي ما قلت لكم في البدايه، دي مش وصفه، دي فوائد للزيوت وطريقه استخدامها للشعر. احيانا بتكون زيوت بتبقى جميله جدا عن الوصفات، فاحنا قلنا نبعد النهارده عن الوصفات ونقول وصف يعني طريقه استخدام الزيوت ديت، وان شاء الله حبايب قلبي تعجبكم. طبعا اذا عجبتكم الفيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك لجيجي وتعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشتركين. حاولوا توصلوا الفيديو ل5000 لايك ان شاء الله، وانا عارفه ان انتوا هتوصلوا عشان انتوا بتحبوا جيجي، وهتوصلوني ل5000 لايك باذن الله. واشوفكم وصفه جديده مع جيجي كل حياتي.